سلام الله عليكم متابعي كيفاش بلان تيفي. عدت إليكم من جديد مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية، وجاء في أبرزها اجتماع تنسيقي بين وليد الركراكي وعصام الشرعي قبل معسكر مارس المقبل، وصراع قوي بين إسبانيا والمغرب على نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، والنهضة البركانية تبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ورئيس برشلونة لابورتا يجتمع بوكيل المدرب هانز فليك، وميسي ينقذ فريقه انتر ميامي من الهزيمة في مدينة النجوم، وكريستيانو رونالدو يتصدر الصحف العالمية بعد قيامه بحركات لا أخلاقية. يعقد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي وعصام الشرعي مدرب المنتخب الأولمبي اجتماعا تنسيقيا في الأسبوع المقبل داخل مجمع محمد السادس بحضور فوزي رقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صفته رئيسا للجنة المنتخبات. ويأتي ذلك التنسيق بين المدربين قبل إعلان كل واحد منهما قائمته شأن معسكر مارس المقبل، إذ سيلاقي الأسود منتخبي أنغولا وموريتانيا في مدينة أكادير يومي 22 و26 من ذلك الشهر، بينما في نفس التاريخ تحديدا سيكون الأولمبي المغربي على موعد مع مباراتين وديتين في تركيا أمام كل من ويلز وأوكرانيا. ويأتي التنسيق بين المدربين بسبب تواجد ما لا يقل عن 7 لاعبين مشتركين بين المنتخبين، بعدما ضم الركراكي 6 من العناصر الأولمبية لحضور إفريقيا في كوت ديفوار، وهم شادي رياض، أسامة العزوزي، بلال الخنوس، عبد الصمد الزلزولي، وريتشارلسون، واسماعيل السيباري. وحسب مصدرنا فإن الركراكي مهتم بضم 3 عناصر جديدة من الأولمبي لمعسكر مارس المقبل، وفي مقدمتها إلياس أخوماش لاعب في ريال. ومن شأن ضم الركراكي لهذا العدد الهائل من الأولمبيين أن يفرض على الشرعي تجريب لاعبين جدد من أوروبا. فيما كشفت مصادر لقناة كيفاش بلان تيفي حقيقة التقاط وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي صورة مع وكيل إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الذي لم يحسم موقفه بشأن المنتخب الذي سيمثله خلال الفترة المقبلة. وانتشرت صور للركراكي مع أحد الأشخاص قيل أنه وكيل أعمال دياز داخل مجمع محمد السادس الذي يستضيف دائما معسكرات أسود الأطلس، لكن المصدر قال أن الشخص الذي ظهر مع الركراكي ليس وكيل أعمال دياز، لكنه شخص قريب جدا من محيطه وأسرته، وتربطه علاقة قوية باللاعب وهو مغربي مقيم بإسبانيا. وأضافت المصادر أن صحف إسبانيا ومنها آس تمارس ضغوطا على اللاعب لتمثيل إسبانيا، ونشرت على صدر صفحتها الأولى عنوانا عريضا يحمل تصريحا سابقا لفوزي رقجع يسخر من احتمال تمثيل دياز لإسبانيا بقوله: هل سمعتم يوما أن لاعبا اسمه إبراهيم لعب لإسبانيا؟ فردت عليه: وهل سمعتم يوما أن لاعبا اسمه دياز لعب للمغرب؟ وتابع المصدر أن هنالك تعبئة واستنفار داخل المعسكرين معا لضم اللاعب الذي زار المغرب الشهر المنصرم مرتين، وأقام قبل أيام حفل زفاف شقيقته في مراكش بحضور بعض من نجوم ريال مدريد بينهم كامافينغا وفينيسيوس. وأوضح المصدر أن الركراكي التقى اللاعب أكثر من مرة بين ميلان ومدريد والرباط، ويصر على ضمه، فهو يرى فيه الحل الأمثل لمعضلة هجوم الأسود. ختم المصدر أن هنالك مساعٍ تبتدأ في الكواليس بين الجانبين لحمل اللاعب على حسم قراره في معسكر مارس المقبل، بينها تسخير أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق لإقناع دياز بأن يحدو حدوه ويذكره بالنجاحات التي لامسها بعد اختياره المغرب بحكم الصداقة التي تجمع بين اللاعبين. يذكر أن إبراهيم دياز صاحب 24 عاما يعد بديلا استراتيجيا في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، وشارك مع ريال مدريد في 29 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 آخرين. وفي سياق مغاير، تأهل نهضة بركان المغربي إلى دور الثمانية بكأس الكونفدرالية الإفريقية عقب تعادله سلبيا مع مضيفه سيخيخون يونايتد الجنوب إفريقي يوم أمس على ملعب بيتر موكابا في الجولة الخامسة من دور المجموعات.
ولعب سيخيخون ب10 لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد جيمي ويبر، لكن نهضة بركان لم ينجح في استغلال النقص العددي في صالحه. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها حقق الملعب المالي فوزا مثيرا على ضيفه ديابلو نوار من الكونغو برازافيل بهدف نظيف، ويدين الملعب المالي بالفضل في هذا الفوز لاعبه لاسين كوما الذي سجل هدف الحسم في الوقت البدل الضائع للمباراة. يصعد نهضة بركان لدور الثمانية بتصدره المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، ويلحق به الملعب المالي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط. وفي سياق آخر، يواصل مجلس إدارة برشلونة العمل لاختيار المدير الفني الجديد للبارسا خلفا لتشافي هرنانديز الذي أكد رحيله في الصيف المقبل. وشوهد وكيل هانز فليك في المدرجات خلال مباراة برشلونة وخطاف الأخيرة في الليغا. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، لم يكن وكيل هانز فليك يشاهد المباراة من المدرجات من قبيل الصدفة، لكنه سافر من منزله في لندن وقضى عدة أيام في برشلونة من أجل اجتماع مع خوان لابورتا رئيس البارسا. وأشارت إلا أن وكيل فليك عقد عدة اجتماعات مع لابورتا قبل مغادرة برشلونة لمناقشة إمكانية تولي فليك قيادة البارسا في الموسم المقبل. أوضحت الاجتماعات بين لابورتا ووكيل فليك لم تعقد في المطاعم لتجنب التقاط أي صور لهما من قبل الصحافة. وذكرت أن وكيل فليك يعمل أيضا مع توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، لكنه يفضل أن يمنح الأولوية لفليك للجلوس على مقعد تشافي في الموسم المقبل. وكشفت موندو ديبورتيفو أن فليك يعد خيارا يعجب لابورتا لخلافة تشافي، لكن إدارة برشلونة لا تريد التسرع بشكل عام في اختيار المدرب الجديد. فيما قاد ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي لتعادل صعب بنتيجة هدف لمثله أمام لوس أنجلوس غالاكسي في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الأمريكي لكرة القدم. وسيطر غالاكسي على جزء كبير من المباراة بفضل نجمه ريكي بويغ زميل ميسي السابق في برشلونة، وكذلك جوزيف بينستيل. تقدم غالاكسي عبر ديان يوفيليتش الدقيقة 75، لكن ميسي كان في الموعد وأنقذ فريقه من الهزيمة بفضل هدفه في الدقيقة 92 بفضل تمريرة من جوردي ألبا. وكان النجم الأرجنتيني قريب من تحقيق الريمونتادا من تسديدة خطيرة، لكن الكرة ذهبت بجوار القائم. وكانت هذه هي المرة الثانية لميسي أن يلعب في مدينة النجوم، حيث امتلأ ملعب ديجنتي هيلت سبورتس بارك لترفع المباراة شعار لا توجد تذاكر. وتابع المباراة من المدرجات النجم ديفيد بيكام ونجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش والممثل إدوارد نورتون. وفي آخر الأخبار، استحوذ كريستيانو رونالدو قائد النصر لاهتمام الصحف العالمية، وذلك بسبب قيامه بسلوك مشين في مباراة فريقه أمام الشباب. حسم النصر ديربي الرياض أمام الشباب بالفوز ب3 أهداف ل2 في إطار الجولة 21 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين. وأبرزت صحيفة ماركا تصرف كريستيانو رونالدو بقولها: أفسد مهاجم النصر أداء فريقه الرائع بتصرفات غريبة. وتابعت الصحيفة أن الجماهير فجرت غضب رونالدو بسبب هتافهم إلى ليونيل ميسي، مما أفقد كريستيانو أعصابه بحركة غير أخلاقية. وذكرت صحيفة لو غارديان أن كريستيانو رونالدو بات في وجه العاصفة بعد تصرفه المشين بسبب هتاف الجماهير لغريمه التقليدي ميسي. وقالت مجلة 442 أن كريستيانو رونالدو يتعرض للانتقادات بعد حركة غير أخلاقية ردا على هتافات لصالح ميسي. خير الكلام ما قل ودل. وإلى هنا متابعي الأعزاء تنتهي حلقتنا. نتمنى تخليوا لي تعليقاتكم، آراءكم وانتقاداتكم، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أراكم في فيديو جديد، دمتم سالمين.